حبيت نلبي طلبات متابعاتي الكريمات اللي طلبوا مني إني نحضر حلوى بدون شوكولا خاصة. كيف ما نعرفوا إنه حلويات الشوكولا في هذا الحر تعي في تحضيرها. تلبية لطلب حبيبة قلبي جبت لكم هذه الحلوى اللي نتمنى إنها تنال إعجابكم. حلوى من أبن وأروع ليسابلي بدون شوكولا اللي حضرتهم حلوى تحمر الوجه، شكلها راقي برستيج كما تشوفي. السابلي يذوب ذوبان كيف ما كنت ذكرت صابلي يدوب ذوبان. وكريمة الزبدة من أبن الكريمات اللي حضرتها. شوفوا معايا متابعاتي الكريمات هذا الحلوى وابقوا معايا حتى نهاية الفيديو خلينا نشوفوا كيف ما تتحضر. في الريسبيون تاعنا أولا رايحين نحضروا الصابلي اللي يعني قدمته من خلال القناة أكثر من مرة. هاد المقادير أنا ما نغيرهمش ونتحصل على صابلي خفيف مرمل من أروع ما يكون. في الريسيبيون تاعي حطيت حوالي 200 جرام مارجرين تكون بدرجة حرارة الغرفة. حطيت بيضة كاملة وصفر بيضة. حطيت حوالي ربع ملعق سكر ناعم. اللي يحب الحلاوة طبعا نصف كمية المارجرين هي ديريها سكر ناعم. اللي ما يحبش الحلاوة ينقص. ضفت لها كذلك يعني البندق ريحته بودر وتحصلت عليه يعني ناعم جدا باه يعطيني البنة. وضفت ليه 2 ملاعق نشا باه يعطيه هذيك الهشاشة. حوالي ربع ملعقة قهوة من الخميرة الكيميائية. وبعد شيحت بلافارين وتحصلت على هذه العجينة الناعمة. شوفوا معايا بعد بسطتها على بابي يعني كيس غذائي. ومن بعد يعني بديت نشكل فيها. أنا هنا عملت 2 أشكال. شكلت هذا الشكل دائري وشكلت شكل آخر جاي على شكل وردة. شوفوا معايا حطيتها في هذه الطابي سيليكون باه نتحصل على هذا الشكل. بعد ما طابلي شوفوا معايا الصابلي تاوعي أنا غفلت عليهم شوية خداو هذا التحميرة. ما تغفلوش عليهم خليهم يطيبوا شوية على بياض. شوفوا معايا تحصلت على صابلي من أروع ما يكون. نحطوه بجاه يبرد ونفوتوا للكريمة تاعنا هي سر بنة الصابلي تاعنا لنهار اليوم. مارجرين أوبلين بذوق الفاني. المارجرين اللي ما نستغناش عليها في تغليف الكيك تاعي أو في حشو الصابلي أو في يعني حشو لتارتلات. أبدا ما نستغناش على مارجرين أوبلين. هاد المارجرين الأنسب والأروع. يعني لحد الآن أنا سيد شحال من مارجرين لكن أوبلين هي نمبر وان عندي. اللي ما نستغناش عليها اللي نتحصل على كريمة كريم أو بور خفيفة وبنينة وما تقهمش. في الريسيبيون تاعي عملت حوالي 400 جرام مارجرين أوبلين تكون يعني بدرجة حرارة الغرفة. ضفت ليها حوالي 100 جرام سكر ناعم. من الأفضل باه تجيك بنينة ذوبي شوكولا بلون وخليها حتى تولي درجة تاعها حوالي 40 درجة. ومن بعد ضيفيها باش ما تذوبلكش المارجرين. ضفت ليها كذلك كريم كراميل هذا اللي يتباع جاهز. ضفت ليها 2 مغارف تاع عسيلة. يعني المكون اللي راح يزيد في بنتها هو بخلا نوازيت. يعني اللي كنت حضرته هو موجود في القناة في الفيديوهات القصيرة كنت حضرته معاكم بالكاوكاو. أما هذا أنا حضرته بالنوازيت يعني اللي رايح يعطيها بنة على بنة. هادي لا كريم أو بور تجي خفيفة وبنينة وما تقهمش. نفوتوا الآن للمونتاج تاع الحلوى تاعنا أو لي صابلي أو لي تارتولات كيما حبيتوا تسميوهم. بدون شوكولا بدون تعب بدون تغنجيق في هذا الحر. هذا اللي يسلكك متابعتي الكريمة. هذه الحلوى تعمليها وسهلة يعني في وقفة راح تحضريها. نبداو نجيبو الحبة تاع لي صابلي تاعنا اللي بشكل دائري. رايحة نعمل المارغرين تاعي أو عفوا أو لا كريم أو بور تاعي بشكل هذا اللي شفتيه في الفيديو راه واضح. وفي الوسط راح نعمل كريمة الكراميل. ومن بعد في الأطراف كيما هكا رايحة نيطالي لا كريم تاعي ونمررها في لافيتين. تحبي تمريها في الكاوكاو أو يعني تعمليها في لاموند إفيلي في البيستاش في النوع تاع المكسرات اللي بغيتي. أنا شفت باللي لافيتين راح تعطي قرمشة وتعطي بنة للحلوى تاعي. ومن بعد رايحة نجي يعني من الأعلى رايحة نعمل دي بتي روزاز بهذا الشكل. ديكور هذا ديكور يعني اللي رايح يخلي الحلوى تاعك تجي برستيج وتجي راقية.
في الوسط التاني رايحة نعمل هكذا une petite rosace الكريم كراميل. وهذه هي الحلوى تاعي اللي تحصلت عليها، الديكور يبقى مسألة ذوق، أنا ديكوريت بالشي اللي عندي، حبات يعني ماكسون هكا قسمتهم وحطيتهم في المنتصف تاع حبة الحلوى، بإمكانك ديكوري بالورود اللي راهي موجودة، آآ كاين بزاف ديكور اللي يخلّي الحلوى على حسب المناسبة تاعك، ديكوري حلوتك على حسب واش عندك مناسبة. ويبقى الديكور يعني مسألة ذوق، أنا فقط أعطيتك الفكرة متابعتي الكريمة وأنتِ أبدعي في الديكور. وكانت هذه هي الحلوى تاعنا متابعتي الكريمات نزولًا أو تلبيةً لطلبات متابعاتي اللي طالبة حلوى بدون شوكولا، وكانت هذه هي فكرتنا سابلي بدون شوكولا بدون تغنجيق لأنه كيف ما نعرفوا لمّا تكون الأجواء حارة تعيّينا الخدمة بشوكولا وتذوب إلى ما ذلك، حبيت فقط نغيّروا ونخرجوا شوية على حلويات الشوكولا ونعملوا هاد لي سابلي أو التارتلات بكريمة الزبدة، ومتابعاتي شوفوا هاد لا كريم ما تقهمش تجي بنينة من أكثر يعني الكريمات اللي نستخدمهم في حشو الكيك ونغلّف بيهم يعني الكيك تاعي نحشي بيهم لي سابلي وتعطيني يعني نتيجة ولا أروع. متابعتي الكريمات كانت هذه هي الحلوى تاعنا لنهار اليوم، هذه هي النتيجة، وهذا هو الشكل النهائي من أروع ما يكون. آآ نتمنى إنه تتبعوا الخطوات كامل وتنجحوا في هذه الحلوى، في وقفة تحضروها ما يعيّش يعني لا كريم حضّروها قبل بوقت باه ما تعبكمش، وخلّيوها تبقى شوية في الفريجيدير باه تشد روحها، أنا خدمتها ديريكت وبديت يعني نديكوري في الحلوى تاعي، نتمنى إني توفّقت في الشرح والتقديم، أتمنى إنه الحلوى نالت رضاكم وإعجابكم، حبيت نوجّه شكر للمتابعات الكريمات اللي وثقوا فيّا ودخلوا واشتركوا في قناتي، وكذلك التعليقات اللي وصلتني في الفيديو اللي قبل هذا الفيديو يعني تشرح الخاطر، فرحتوني، أسعدتوني ونورتوني وتشرفوني في قناتي وقناتكم متابعاتي الكريمات بدعمكم نستمر بلايكاتكم يطلع الفيديو آآ يعني يطعم الفائدة. شوفوا معايا الشكل النهائي للحلوى كيف ما جات راقية، الآن نخليكم ونقول لكم مشاهدة ممتعة في أمان الله وحفظه.